اول خطوة لازم تعملها قبل ما تحلل اي داتا، لما تيجي تحلل اي داتا ما تحللهاش على طول، وانت كده بتخاطر مخاطرة كبيرة جدا. اغلب الناس ممكن من اول لما بتفتح الداتا تبدأ تعمل فيجوالز من غير ما تعمل حساباتها صح او تعمل الاي دي اي المظبوط او التحليل الاستكشافي المظبوط. 4 حاجات تقدر تعمل بيهم تحليلات استكشافية للداتا وبطرق سريعة جدا. اول واحدة الداتا فريم دوت انفو، ودي بتشوف حجم ونوع الاعمدة. 2 الداتا فريم دوت ديسكرايب، ودي بتغطي ملخص احصائي للداتا اللي موجودة. 3 حاجة الداتا فريم دوت از نا دوت سم، وده بيحدد القيم المفقودة لكل عمود او في العموم للداتا. رابع حاجة والأخيرة داتا فريم دوت ان يونيك، ودي بتوضح تنوع كل عمود موجود في الداتا. يعني أنا عندي العمود الأولاني فيه كام يونيك فاليو، العمود التاني فيه كام يونيك فاليو، وهكذا. الخلاصة قبل أي تحليل أو فيجواليزيشنز افهم الداتا كويس، اعمل المطلوب، استكشف صح عشان تقدر تطلع انسايت صح.